السلام عليكم مشاهدينا، مرحبا بكم في حلقة جديدة. اليوم غادي نشوفوا الإعلام المصري شنو قال على التنظيم ديال كأس إفريقيا 2025. ما تمشيوش بعيد، خليكم معايا. الضيف ديال اليوم هو عصام الحضري، زائد الأصدقاء اللي كيتواجدوا معاه في البلاطو. نسمعوا شنو يقول ونعقبوا على هاد التظاهرة الكبيرة اللي غادي يفخر بها المغرب إن شاء الله في كأس العالم. اسمعوا. أول حاجة طبعا مساء الخير عليكم وسعيد إن أنا موجود معاكم. تاني شيء أنا طبعا سعيد للغاية إن أنا أكون موجود في مجموعة الأساطير، أساطير أفريقيا كلهم، ونكون في بلدنا الغالية علينا اللي هي المغرب. صراحة الأجواء اللي أنا شفتها كانت واحد الاجواء الاخوان، هو غادي يكمل. كانت واحد الاجواء واعره رائعه. كان واحد الحفل ديال التقديم ديال الملاعب فورميدابل، شي حاجه اللي خلى الاعلام المصري والاعلام الجزائري حال فمو. شفتوا بعض الاخوان الجزائريين كي جاتهم الغيره حق الملعب كله حمري، حق الملعب ما مازال ما مبنيش، فوقاش غادي يتبنى، واش كتفلاو علينا، واش غادي نلعبوا حنا هذاك التيران صالح ياكلوا فيه البقر. عندهم شي مصطلحات الاخوان، انا كيضرني راسي. نكملوا مع عصام الحضري ونرجع لكم. والتنظيم مفيش أروع من كده. شو التنظيم كيفاش كان؟ واعر. هذا راه عصام الحضري، هذا راه اسطوره ديال الحراسه ديال المرمى في مصر. طبعا احنا لو هنبص على كل نسخة في أفريقيا بتتحدد. هذه هي غادي تكون احسن نسخه في افريقيا 2025. تخيلوا تسعود ديال المنتخبات، تسعود ديال التيرانات. راه حتى القاره الاوروبيه غادي يجيها الاسهال بهذا المصطلح هذا. او كل نسخه بتتعمل في افريقيا. يمكن اللي انا شفته في الاحتفال او في القرعه اللي كانت موجوده. هاد القرعه هذه كانت ناجحه. خوتنا بداو كيشوشروا كيف ما قلتها لكم، بداو كيشوشروا. لا حقا خصنا ناجلوه، ما ناجلوه، وان شاء الله ما غاديش يتاجل. راه غادي كاس العالم، راه غادي كاس افريقيا، عفوا كاس افريقيا راه غادي. وانا كنت موجود وكنت شاهد في هذا الضيف ديالنا راه كان معروض، عارضين عليه باش يعطي واحد الدعم حتى هو قوي، باش يكون واحد الافتتاح ديال هذه القرعه هذا، والاعلان عن الملاعب شي حاجه مزيانه. كيروج بواحد الطريقه زوينه للمغرب، لان المصريين الكلام ديالهم كله زوين، كيعرفوا يهضروا، ولكن نهار اللي كتجيب فيك السلطه عاوتاني كيبداو عليك، ما كاين غير يعطيوك على الظهر، هما راه معاك. اثناء الحفله. نعم. أنا كنت موجود مع كل الاساطير، رئيس الاتحاد الافريقي. جاو بزاف ديال الاساطير، رجع عندك ايطو بزاف بلا ما نحسب لكم. كنظن راكم نتوما شاهدتوا شفتوا شكون الناس اللي جاو. ما شاء الله. المغرب راه بلاد مضياف، المغرب راه ديال الكره. بعض الاعضاء من الاتحاد الدولي اللي هو الفيفا. صراحه مفيش اروع ولا احسن من كده. كيدير اشهار للمغرب على حساب التنظيم ديال كاس افريقيا 2025 بالمجان. حتى شي واحد ما طلب منه هذه المجامله، حتى شي واحد ما بزز عليه قال له السي عصام الحضري هضر قول. هو كيقول غير الحقيقه والصراحه، داك الشيء اللي شافو تيقولوا، داك الشيء اللي عاشو، داك الطقوس اللي شافها تيقولها. انا ما قلت والو، هذا راه عصام الحضري. تنظيم على مستوى عالي. قرعه. هذا غير التنظيم، هذا راه غير القرعه. حنا راه مازال ما غاديش يكون داك التنظيم ديال كاس العالم المفاجاه. حنا راه مخلينها ليهم، خلينها لكم. هذه راه الشيء راه سكري، هذا الشيء راه ما غاديش يتقال. لكل افريقيا والوطن العربي، الناس كلها شايفاها. اتوقع راه دار واحد الضجه كبيره في الاعلام العربي، كل شيء تيهضر عليه، على هذه القرعه هذه كل شيء تيهضر عليها، ما كاينش اللي ما تيهضرش عليها. غير خوتنا الله يهديهم هما اللي ما تيهضروش عليها داك الشيء مزيان. ان دي ممكن تكون النسخه اللي هي طبعا في دول كتير حققت وعملت تنظيم ولا اروع
بس اتوقع ان اول مره يحدث ان انت يبقى عندك 9 ملاعب. اول مره 9 ديال الملاعب، راه ما كايناش في التاريخ ديال الافريقيه، اول مره. والتيرانات غادي تكون واحد التيرانات اللي عالميه. العشب حديث ولا حرج، التغطيه غادي تكون شي اجواء يا سلام. والمغاربه عاوتاني من غادي يكون لاعب المنتخب المغربي ما كاين غير سير 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 جول الشبكه، ونجيبوا ان شاء الله لا كوب هذه 2025 غادي تكون ديالنا. على مستوى عالي، وعندك موجود في البطوله لعيبه بتلعب في احسن انديه في العالم. نعم. واللاعبين اللي غادي يجيو لهاد التظاهره غادي يكونوا لاعبين، راكم عارفين اللاعبين الافارقه، من بينهم محمد صلاح، ومن بينهم اللاعبين المغاربه ديالنا دياز، وبزاف ديال اللاعبين. انا ضرني راسي بهذا التنظيم هذا ديال هاد القرعه هادي، والله العظيم كيتشي وحدين. ثانيا ان المغرب بكل الامكانيات اللي هي متوفره لها ان هي تطلع وتعمل. غير الامكانيات كيف ما كيقول، ما شاء الله كاينه الامكانيات كيف ما كتشوفوا. وهذا المركب هذا اللي كيبكيو ويشكيو عليه الاخوان ديالنا الجزائريين، من دابا شهرين غادي يكون موجود. من دابا شهرين غادي يعلنوا عليه باش غادي يديروا واحد المباراه هي افتتاحيه باش يسكتوا الافواه ديال الاخوان الاصدقاء ديالنا. بطوله استثنائيه. اللي انا شفته وكنت موجود فيه صراحه، كان موجود كابتن فوزي لاجا طبعا رئيس الاتحاد القجع. الا قال شي حاجه راه يقد بها القجع تبارك الله عليه. ما كرهتش شي 5 ولا شي 6 اخرين بحال القجع يكونوا في المغرب، وتشوفوا المغرب كيفاش غادي يهرب. يهرب على اوروبا، وقيلا غادي يوصل حتى للميريكان بحال والو. المغربي. وصراحه الناس كلها هناك ايد واحده وعلى قلب رجل. يد وحده ان شاء الله، المغاربه يد وحده باش ننجحوا هذا العرس هذا. الواحد ان هم عايزين البطوله تبان، البطوله تكون ديالنا نتقاتلوا عليها حتى الاخر، نجيبوا داك لاكوب ديال افريقيا. عندنا واحد كاس افريقيا ان شاء الله نجيبوا هذا، ومن بعد عاوتاني نجيبوا الثالث والرابع باش نضربوا حتى حنايا شي 5 ديال النجمات هنايا، علاش لا؟ بالشكل اللي يليق بالمغرب وبامكانيات المغرب اللي احنا شفناها الفتره الاخيره. رابع العالم، الاولمبياد. نعم. حيت الاخوان رابع العالم ماشي شي حاجه سهله، راه ماشي غير اجي وكون رابع العالم. راه شحال من دوله حاسده لنا على هذا الانجاز هذا، وشحال من دوله ما كرهتش دير بحالنا باش توصل لهذا الانجاز هذا، ولكن صعيب. كيفاش دار ليها المغرب؟ ولكن راه بالخدمه، راه ماشي غير صدفه ولا الزهار. ما كاينش الزهار في كره القدم، اللي تيخدم واللي تيتريني وعنده واحد الطاقم تقني مدرب وزائد الجامعه كيعرفوا شنو كيديروا، ما غاديش يكون واحد ضروري، غادي يكون واحد الانجاز اللي كبير. كيف ما شفتوا وصلنا رابع العالم، حيدنا البرتغال، حيدنا اسبانيا، حيدنا بلجيكا، وزيد القائمه طويله. راكم تفرجتوا احسن نسخه ديال كاس العالم اللي عشتها انا في حياتي هي هذه ديال اللي وصلنا فيها رابع العالم. في فرنسا اللاعيبه على بقات لنا فرنسا على بونت. فرنسا كون وجدنا لها حتى هي كون حيدناها من الطريق، ولكن المره الجايه ان شاء الله، المره الجايه ان شاء الله نوجدوا لها مزيان. دابا راه كاينين دي جون، كاينين دي شباب واعرين عندهم الكره في رجليهم. كملوا مع السي عصام الحضري. على مستوى عالي. كل المسؤولين صراحه بيشتغلوا لمصلحه المغرب. انا واحد بشكر. بصح في نطاق كرة القدم المسؤولين كلهم كيشتغلوا باغيين يوصلوا هذا العرس الرياضي. جميع المسؤولين من حتى لزد ما عندنا ما نتسالوا. برافو لا فيدراسيون، برافو. اشكرهم. واضح. لان دي حاجه شفتها يعني بعناية الاثنين. اللي انا شفته كمان ان الناس كلها مبهورين، وكل الاساطير اللي هي موجوده وكل النجوم وكل اللي هم المسؤولين عن الاتحاد الافريقي والمسؤولين في المغرب، الناس كلها مبهوره. بقاو حالين فمهم المعزومين كيف ما تيقولوا المصريين، الناس اللي معروضه كل شيء يبقى حال فمهم. فين بحال شي وحدين احنا جايين في الطريق. بالتنظيم
مبهوره بالملاعب اللي هتتعمل. نعم. والناس كانت تتمنى البطوله. الملاعب هما اللي دوخوهم، الملاعب سكتوهم. عرفت فين يبان البرنابيو؟ غادي يكون عندنا اكبر ملعب في العالم ديال الدار البيضاء ديال كازابلانكا، اكبر ملعب في العالم. غادي يهز واحد الطاقه استيعابيه اللي ما غاديش يتصورها العقل. راه كيدابز كاينه واحد الحرب ما بين المغرب واسبانيا على حساب شكون اللي غادي ينظم الفينال ديال لا كوب دي موند 2030. وكنتمناو يجي من المغرب، كنتمناو. البطوله ما تبداش في شهر 12، تبدا دلوقتي على طول. قطر، الله، قطر ما عمري ما غادي ننسى انا قطر. فاعل خير. اللي انا شفته فاعل في خير. في الملاعب والاستادات، وشفت ان كل منتخب موجود في البطوله ليه شو المغرب فاش طلع في كاس العالم كلشي كان كيقول لك حقاره غير، حقاره غار. ما عاد كيفاش داروا ليها لاله زهراء. ودي اش من لاله زهراء، الله يهديك. كلشي شجعنا الا الاخوه الجزائريين ما بغاوش يشجعونا. كيهتفوا ضدنا، ادخلوا والله العظيم كيهتفوا ضدنا، ما بغاوناش نربحوا. ما عرفتش علاش، شنو دايرين لكم؟ ياك خاوه والعداوه علاش؟ مركز تدريبي مجهز من اعلى الامكانيات. انت هنايا دايرين لهم فين غادي تدربوا. تدرب الملعب حداك، لوطيل حداك، كلشي حدايا. ما عندك فين تمشي، بقى غير تما في القريه ديالك. ديك القريه الرياضيه هي اللي غادي يبقاو فيها. ان كان حوالي 3 ملاعب تدريبيه، جيم. حتى حنا عندنا كلشي. حنا غندير لهم لابيسين، ندير لهم الشامبري يبقاو يعوموا في لابيسين. راه موجدين ليهم، نتهلاو فيهم حتى حنايا. حاجات الاستشفاء كلها. هل هذا يساعد المنتخب؟ هل هذا عصام، هل هذا يساعد المنتخبات على التألق، على خوض؟ فعلا ملي كيكون المنتخب شي منتخب كيف ما كان، كتوفر ليه الراحه، كتوفر ليه الاكل، كتوفر ليه ملعب ديال التدريب، كتوفر ليه جميع الظروف، راه كيعطي نتيجه. ماشي تمشي لشي دوله اخرى ما توفر لك والو، راه ما تعطيش. المغرب كيحرص على هاد المسائل هذه تكون ضروريه في هاد لاكوب هادي ديال افريقيا 2025. رهانات البطوله في افضل الظروف. اتوقع ان هتبقى بطوله استثنائيه. سمعتوا شنو قال؟ اتوقع نعاودوا نسمعوا بطوله استثنائيه. اسمع. بطوله في افضل الظروف. اتوقع ان هتبقى بطوله استثنائيه للمغرب. تكون ماشي بطوله استثنائيه، تكون بطوله تاريخيه افريقيه اللي ما عمر شي واحد غادي ينظم بحالها من هنا. واحد تعاود ينظم المغرب شي بطوله اخرى، لان جميع الظروف مفتوحه. لان اكيد المغرب كل الامكانيات. المغرب ان انا شايف المغرب كلها حاطه كل الامكانيات. نعم. ان كاس افريقيا ينجح، بدليل ان هم ان شاء الله غادي ينجح الاخوان، غادي ينجح التظاهره، غادي تنجح. سمعتوا السي عصام الحضري شنو تيقول؟ كاس العالم برضو عايزين يدوا يعني رساله جميله ان المغرب تقدر تنظم كاس عالم. والمغرب يقدر ينظم كاس العالم بوحديته الاخوان، غير بهاد التسعود ديال الملاعب اللي كتشوفوا ان شاء الله غادي تبنى وغادي تكمل. المهم شي وحدين فيهم الاصلاحات يقدر ينظم كاس العالم بوحديته. من هنا قدام علاش ما يطلبوش؟ يقدر يديروا الترشيح عاوتاني استضافه كاس العالم 2040 ولا 2045. علاش لا؟ ولا 2044. بحال ما هكا 2044. علاش؟ حيت كاس العالم كتنظم كل 4 سنين. نديروها ونقدوها ونفوتوا ونقدوها الفوق. زي ما احنا كنا النهارده بنبص على قطر. انا اول واحد لما اتكلمت على موضوع قطر، قلت الله يكون في عون امريكا، المكسيك، كندا، ان هي هتنظم كاس عالم بعد قطر. نعم. اللي انا اتوقعه ان المغرب بعد ما تنظم كاس العالم، كاس افريقيا، واحنا لسه ما شفناش كاس افريقيا هيعمل ايه، الامكانيات دابا هاد الترشيح هذا ديال المغرب ولا هاد التنظيم هذا ديال المغرب، النهار اللي غادي تشوفوا ميريكان، حيت غادي ينظموا كاس العالم دابا ما قالهم والو، غادي يشوفوا هاد التنظيم هذا يقول لك كيفاش نظموا هاد كاس افريقيا. اذا كاس العالم كيفاش غادي بحال غادي تجيهم واحد الغيره. خصهم يبدلوا المنهجيه ديالهم في هاد التنظيم هذا. خصو يديروا واحد التنظيم اللي غادي يفوت المغرب غير
في هاد لا كوب دافريك خصهم يفوتوا، الا فاتوا ما فاتوش. دابا المنظمين راه راه عندهم بزاف ديال المسائل اللي خصها تكون ايجابيه يديروها. بزاف ديال الاخوان ما غاديش يلاحظوا، ولكن كاين الناس اللي الملاحظين كيشوفوا هادشي بزاف. سمعوا الاخ ديالنا عصام الحضري. نكملوا المتاحه. بس انا عارف ان المغرب هتعمل بطوله استثنائيه. الله يكون في عون الدول الافريقيه اللي هتنظم كاس افريقيا. واضح. بعد المغرب من دابا اللي باغي ينظم خص يكون عنده 12 ملعب. حنا درنا 9، اللي بغى ينظم خصو يكون عنده 12. وعلاش لا؟ خوتنا راه كيبنيو في الملاعب حتى هما، داروا اكبر مسجد في العالم. واضح. الان الى باريس. المغرب يوفر. سمعتوا الاخوان؟ عصام الحضري هذا راه الجارديان ديال ليجيبت، اسطوره. كنتمنى يكون عجبكم الفيديو ودعمونا، مازال ان شاء الله ندير لكم فيديوهات. مع السلامه، تبارك الله عليكم.